ديال الاجتماع ديال الأغلبية. باش نتكلموا على واحد العدد ديال المواضيع. أولا كتسمعوني؟ لا كتسمعوني؟ يشوفوني. كانت مناسبة باش نتكلموا على البرامج الحكومية. أولا شرحنا للإخوة البرلمانيين يعني الموقف ديال الحكومة في واحد العدد ديال لي بروجي اللي كاينين. تكلمنا على الظرفية الحالية والظرفية اللي مرينا بها في هذا الشهر ديال رمضان. واش ما كتسمعوش ولا؟ شوف سي بون دونك تكلمنا على البرامج الحكومية، تكلمنا على البرامج اللي كتهم المواطنين، اللي هي يعني الإشكالية والمشاكل اللي كنا يعني مرينا بها في هاد 10 أيام الأولى ديال رمضان، اللي كتهم التضخم والانفلاسيون. وكيظهر لي بأنه كانت هاد الأيام الأخيرة يعني شروحات بما يخص المواد والمنتوجات الفلاحية. فهي الفلاحة تعرضت لواحد اولا لقلة الماء، وتعرضت كذلك الاشكاليه ديال لا سيمونس اللي طلعت ليها الثمن ديالها، وكذلك ديال لي برودوي فيتو سانيتير والازوت اللي تقريبا كانت ضربوا في جوج ولا في ثلاثه الاثمنه ديالهم، اللي خلت انه التكلفه طلعت. ولكن رغم كل هذا كيظهر لي بانه مع الاخوان الفلاحه الاجتماعات اللي قمنا معهم وكذلك الاتفاقيات اللي كانوا خلت انه الأثمنة رجعت لواحد المستوى اللي هو أحسن. ومناسبة كانت كذلك باش نتكلموا على يعني البرامج الحكومية اللي هي كتهم الدولة الاجتماعية فيما يخص الصحة وفيما يخص التعليم وفيما يخص يعني لومبلوا ولا شارت دانفستيسمون. إنجازات كبيرة اللي تعملت في هذا الشهور اللي دازت، واللي الحكومة رغم يعني الظروف اللي كتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبة ديال قلة الأمطار والمشاكل اللي كتكون مطروحة، فهي واخدة لو كاب ديالها باش تمشي البرنامج الحكومي ديالها وتقوم به في أحسن قيام. شفنا بأنه الحمد لله في هذه المناسبة أنه يعني الفرق البرلمانية كلها يعني متماسكة وراء الحكومة، كتدعم الحكومة بدون شرط، وبأنهم متبعة يعني البرامج ومستعدين بأنه يواكبوا ويوصلوا لميساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومة. وكتعرفوا بأنه كاين مشاكل اللي هي موجودة في القصة ديال الماء، راه قصة طويلة إلا نعاود لكم عليها، والسيد الوزير هنا راه هو يعرف هذا أكثر مني. ولكن هذا إرث ثقيل اللي كنحاولوا في بضعة شهور أننا نلقاو ليه الحل، لا فيما يخص التحلية ديال المياه ولا فيما يخص لو ترانسفير ديال الماء، ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العدل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبلة. إذن الدينامية كاينة، الحكومة مواصلة العمل ديالها بجدية، الأفق باين، لي كريز اللي كيبانوا اللي هما حقيقيين راه يعني كنعالجوهم، واللي هما مصطنعين كنجاوبوا عليهم. واللي كيهمني انه شفت بانه الحمد لله رؤساء الاغلبيه اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا، وهما ولا الفرق ديالهم ولا الاحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومه بالنجاح، حتى ان شاء الله تعطي النتائج اللي كيتسناو منها المواطنين في احسن الظروف. تفضل السي وهبي.